عندما جاءوا العرب اللغة نتاعنا الفينيقية ثيفينا فينيقي أصبحت بونيك عند لي لاتان، أصبحت بونيك شي لي فرونسي، والتي هي عربية وبربرية. هركولة فنق ثقشيش تقيت تحذق تفنق، كلمتان عربية وبربرية فينيقية. ثيفينا هذه 30 40 سنة بسمع على التمازيغ ولا الأصبر قلت ثيفينا. وهذه اللغة البربرية الفينيقية براسكم كما إلا تمازيغ مكاش، الكذابين الخداعين الخونة، ما كاش فيه لهجة تمازيغ، ينتجون كلمات هكذا ما فيش. أنا كتبت لقيت كلمات هنا مكتوبة في ترجمة بالعربية، رسلت أحبابي في الآخر ولا واحد لا ريفي ولا واحد اللي فهمها. لي باقاروت لي زامازيغ غريكو لاتان، هذو اللي باغي فهمت مهرية في اليمن. نروح لليمن، اسمها مدينة صنعاء، مدينة آزال. نسألهم شو معنى آزال، ما يعرفوش. يجيهم واحد قبيلي من الجزائر باش يشرح لهم واش معنى آزال. على بعد 30 كيلومتر شو هالمدينة؟ ثلا. شو ثلا؟ ثولا ثيلا. لا قلت له ني ثولا ني ثيلا. سلا أنت قبيلي أو سيد؟ قلت له أنت تعرف فرنسوية؟ قال لي لا. قلت له ليش قلت لي قبيلي ما قلت ليش قبائلي؟ قال لي لا يقال الاثنان. واش معنى القبائل؟ أنا عند العرب أنا قبيلي، بصح في القرية نتاعي في دارتي ثدرث. ثدرث الدار. في دارتي أنا شريف، ما يقولوليش يقولوا لي سيدي، ما يقولوش قبيلي، مانيش قبيلي. وهذا اصطلاح قديم. أولا راه في اليمن في القاموس نتاعي مئات الكلمات العربية موجودة في القواميس العربية، يقول النحويون مهملة منسية مهملة، وعندنا عند البربر عند القبائل مستعملة. إذن هذا اللي باغي يدير لك، اللي باغي يدير لك التمازيغ باغي يعمل لها النحو نتاعها متى يكون لا جرامير التمازيغ 20 سنة يرى ني تمازيغ ني الهواء والريح. فوالا. العربية هي اللغة القديمة الوحيدة الحية.